ناس عمال وفلاحين مع اغنى الناس اللي شاركوا في الثوره دي. للاسف الشديد لحد الان حلم كتير من المصريين لم يتحقق. ارجو ان الايام اللي جايه، وبالذات بردد عباره دايما بقول: النداء الاخير قبل ان تقلع طائره الوطن، النداء الاخير قبل ان تقلع طائره الانتخابات. ان لم تتوحد هذه القوى المكثفه والله لبلدنا، مش بلدنا ان شاء الله، بلدنا محفوظ. البرلمان اللي جاي هيبقى سمك لبن تمر هندي. وده نداء اخير لكل الناس اللي فجاه كل واحد لوحده ارتكبوا قوه مش عارف لبسته قوه مش عارف اساسها من ايه. قوتك مع اخوك، قوتك مع بقيه الحلف الوطني الواسع اللي قام بالثوره دي. تفتتنا يعني عوده الانظمه اللي فاتت. ارجو ان النداء دوت ويواصل سيره بنفس الجهد والكفاءه اللي عرفناها عنه بيها معالي السفير، وده تكريم لجهدك ودورك. الأول بس أحب أشكر الأستاذ أحمد سمير باعتباره أحد شباب مصر النشطاء النابهين اللي فعلا بيعمل من أجل هذه الدولة، سواء هو في داخل مصر أو في خارجها. وطبعا ده شرف كبير ليا إن أنا أتعاون معاه وإن أنا أقف جنبه واقف وراه كمان، هدفعه للامام ان شاء الله دائما. ولكن الاهم الان هذا يعني التكريم من سياده الوزير، لانه لما بيلقي علي بهذه المسؤوليه الكبرى وهذا النداء الذي يعني ارسله امامكم، انا بعتقد ان انا اقدر اقول له ان احنا يعني قادرين لتحقيق هذا النداء، واوعدك ان احنا هنحاول نبذل اقصى جهدنا، واقدر اعلن امام الجميع ان احنا فعلا عندنا يعني قوائم شبه جاهزه هينضم اليها مجموعات كبيره جدا من القوى السياسيه المصريه، وكلنا هندوب في هذه القوائم من اجل مصر، وبدون اي تطوعات وبدون اي محاولات ان احنا نفرض نفسنا على الشارع السياسي او ندعي ان احنا ظهير لاحد او ظهير للدوله. احنا ظهير للشعب المصري، وهنحاول ان احنا نلبي نداء سيادتك اللي انا بعتبره تكليف من رجل وطني معروف بوطنيته وحبه لهذه الدوله وحبه لابناء الشعب المصري. وبشكر الاستاذ احمد سمير تاني على هذه الفرصه، ويعني نتمنى دايما فعلا يعني يكون في انشطه. انت عملت 100 نشاط لغايه دلوقتي، نخليهم بعد كده 200 ان شاء الله في المستقبل.